اجي معايا نوريك كيفاش قطعه فحال السلهام المغربي تختصر تاريخ كامل ديال الهويه المغربيه. السلهام، البرنوس، اخنيف، اضرار، هذه ماشي مسميات ديال قطعة عادية، إنما قصة ديال هوية وثقافات كتمتد لمئات السنين. ما يجا الاسم، وشكون أول من لبس السلهام؟ أول من لبس السلهام هم الأمازيغ، وغالب سكان الأمازيغ كانوا في مناطق جبلية. المناطق الجبلية فيها برودة قارصة، شنو غادي يحتاجوا وشنو هو أفضل بديل؟ هو السلهام. السلهام كان كيتصنع من الصوف، ماشي أي صوف، إنما صوف ديال الأغنام، ماشي أي أغنام، أغنام محلية من منطقة تمحضيط. علاش؟ هاد الأغنام كتعطي صوف خفيف ودافي في نفس الوقت. كما أن السلهام كيتصنع من صوف طبيعي، كذلك الصباغة ديالو كانت صباغة طبيعية. مع مرور الوقت السلهام ما بقاش فقط لباس للحماية من البرد، إنما تغلغل في المجتمع المغربي من جميع الأطياف، حتى بدعوا فيه الحرفيين، يعطونا ألوان وأنواع من السلهام كيعكس الثقافات المغربية، بداية من السلطان أحمد منصور الذهبي. على ذكر السلاطين، فالسلاطين قديما ملي كانوا كيبغوا يعبروا على الحب والاحترام شي حد كانوا كيهديوه السلهام المغربي. في القرن 19 بيرلوتي كتابه اللي تصدر سنة 1889 قال ملي جا للمغرب جبر بأن السلهام لبسه كيلبسوها جميع المغاربة بما فيهم السلطان حسن الأول. كاين واحد الأداة مغربية اسمها الهبل المبروك. هاد العلامة هذه كتحاول ما أمكن تجمع الأدلة التاريخية باش تحافظ على الهوية المغربية والثقافة المغربية والأشياء الثقافية سواء كانت مادية أو غير مادية باش تحصل على الاعتراف الدولي. أي حاجة مغربية الأصل، أي واحد يقدر يلبس السلهام، ولكن قليل اللي غادي يعرف بقيمة ديالو. لذلك